السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في نشرة أسعار الدولار في البنوك المصرية، يقدمها لكم عمرو علي من قناة أخبارنا اليوم. رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من أخبار وأسعار خلال اليوم. وإليكم نشرة الأسعار بعد الفاصل. أهلا بكم. تراوحت أسعار الدولار اليوم الخميس الموافق 26 يناير 2023 للشراء من البنوك المصرية ما بين 29 جنيه و90 قرش و29 جنيه و84 قرش، وذلك بفارق 6 قروش. كما تراوحت للبيع ما بين 29 جنيه و94 قرش و29 جنيه و84 قرش، وذلك بفارق 10 قروش. وحصل مصرف أبو ظبي الإسلامي على أعلى سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك المصرية، حيث بلغ 29 جنيه و90 قرش للشراء و29 جنيه و94 قرش للبيع. وإلى حضراتكم بيان بأسعار الدولار في بعض البنوك المصرية كما يلي: البنك الأهلي المصري 29 جنيه 74 قرش للشراء، 29 جنيه 84 قرش للبيع. بنك مصر 29 جنيه 74 قرش للشراء، 29 جنيه 84 قرش للبيع. بنك الإسكندرية 29 جنيه 84 قرش للشراء، 29 جنيه 94 قرش للبيع. بنك فيصل الإسلامي 29 جنيه 84 قرش للشراء، 29 جنيه 94 قرش للبيع. مصرف أبو ظبي الإسلامي 29 جنيه 90 قرش للشراء، 29 جنيه 94 قرش للبيع. CIB 29 جنيه 84 قرش للشراء، 29 جنيه 94 قرش للبيع. بنك إماراتس MBD 29 جنيه 84 قرش للشراء، 29 جنيه 94 قرش للبيع. بنك HSBC 29 جنيه 84 قرش للشراء، 29 جنيه 94 قرش للبيع. بنك QNB 29 جنيه 84 قرش للشراء، 29 جنيه 94 قرش للبيع. وفيما يخص سعر الدولار بالسوق السوداء، فقد وصل سعره إلى قيمة تتراوح ما بين 31 جنيه و25 قرش و 32 جنيه و50 قرش. وفي النهاية نشكركم على متابعتكم، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من أخبار وأسعار خلال اليوم.